احكي لك قصه هسميها ثلاثي القهوه. تمام. يعني القهوه انا بقعد عليها على طول، قهوه بلدي كده بقعد عليها على طول، على طول قوي ومده طويله قوي. يعني عارفه انت مجد الامم المتحده كده يقول تعمل لك اجتماعاتك الاعضاء هناك. الدائمين للامم المتحده. يعني قد ايه انا معاشر الناس دي قوي قوي. امم. هم ثلاثه ما شاء الله شباب، يعني اواخر عشرينات اول ثلاثينات او نص ثلاثينات. في منهم اتنين اخوات وواحد تالت يعني. امم. والاتنين اخوات دول مغتربين، يعني هم من الصعيد وبيجوا عارفه لكنهم مسافرين بره دوله من الدول العربيه، يقعدوا بالشهرين ثلاثه وبعدين ينزلوا اجازه. اوكي، يعني بيبقوا ده شغالين هنا في شغلهم على طول في القاهرة القاهره في القهوه اوكي. فالحقيقه والتالت مقيم في مصر عادي. تمام. اوكي. طب انا بشوف النجاح كدول كنماذج للنجاح فين؟ الاول الاثنين الاخوات دول ومتجوزين ومخلفين وكل حاجه. الحقيقه التزامهم غير عادي بشغلهم، اتقانهم لشغلهم مهما كانت بساطه اللي بيعملوه غير عادي. التعامل والمقابله والروح والكلام والحاجات حتى اللي بيتكلموا فيها والموضوعات اللي بيتكلموا فيها، رغم بساطه المكان ورغم بساطه الشغلانه، نجاح كبير. انا سر النجاح بتاعهم الاثنين دول في المسؤوليه. الله. مسؤوليه، عندهم مسؤوليه تجاه بيتهم وتجاه ولادهم بطريقه رهيبه جدا، ومركزين في شغلهم قوي قوي حقيقه، ما بيطلعوش بره اي سياق الشغل.